ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. طبعا كل سنه وانتم طيبين، والثوم الجديد نزل. طيب انا هفرز دلوقتي الثوم. هنفرز الثوم دلوقتي مع بعضينا. تمام. طيب انا هجيب المطحنه بتاعتي دي تقريبا لتر ونص. تمام. فهملأ المطحنه بتاعتي من الثوم بعد ما فصصناه. تمام. دول 20 كيلو. تمام يا حبايبي. اهو. حملة المطحنة بتاعتي كده، وهفرم التوم بتاعنا. تمام. اهو. نحطه بالشكل ده كده، وهنفرم التوم بتاعنا كويس خالص. تمام. اهو. نقفل الكبة ونفرم التوم بتاعنا. دي افضل طريقة لتفريز التوم. وطبعا مش اول سنة انا اعمل بالطريقة دي، لا، ليا كذا سنة والله بفرز التوم بنفس الطريقة دي. حلو جدا، ومش هيبوظ ولا هيصفر ولا يحصل له اي حاجة. تمام. طيب ادي توم، ادي الكبة الاولانية بعد ما اتفرمت. انا هفرز كبة كبة. تمام. طيب ادي الاول، اول كبه بعد ما فرمناها هنحط لها ايه. طبعا احنا في الكبه ما حطيناش اي حاجه خالص، ما حطيناش غير الله غير التوم بس. تمام. طيب هنا هنزل من 3 ل4 معالق ممسوحين من الملح. تمام. على كل كبه عملتها. وهنزل زيهم من الزيت. طيب ليه ملح وليه زيت؟ الملح طبعا ماده حافظه. تمام. طبعا احنا كلنا عارفين ان الملح ده مادة حافظة. الزيت، الزيت عشان لما احط الثوم في الفريزر، او لما احطه في الفريزر يتجمد، سواء في اكياس او برطمانات ازاز او علب بلاستيك زي ما انا هحط دلوقتي، او في اي حاجة هنفرز فيها، ما يحجرش مني لما اجي اكسر من الثوم، ما يحجرش مني. فاهميني؟ يعني يطلع معايا بكل سهولة. تمام. انا كده حامله العلب بتاعتي. وطبعا لو حطينا في برطمانات ازاز ما بيحصل لهاش اي حاجه، ما تقلقوش. مش بيحصل للبرطمانات الازاز اي حاجه. انا كنت بفرز ببرطمانات ازاز وما بيحصلهاش اي حاجه. تمام. طيب لو ما عندناش برطمانات ولا اكياس ولا اي حاجه، عذرا، ولا برطمانات ولا علب، هنفرز في اكياس تلاجة. تمام. بس يا ريت نحطها اكتر من كيس عشان ريحه التوم نفاذه طبعا، وما يلقطش اي حاجه من الفريزر. تمام. انا حطيتها في كيسين وهبططها كده، وهنطلع الهواء من الاكياس. تمام. نقفلها كويس، وجري على الفريزر نحطها عشان التوم ما يصفرش مننا. تمام. اهو. هنقفل الاكياس كويس كده. نقفل كويس الاكياس كويس خالص. تمام. آه ادي الاكياس قفلناها. طبعا هنروح نحطهم في الفريزر على طول. طبعا مش هيصفر مننا ولا اي حاجه. انا هوريكم دلوقتي حته من الموسم اللي فات. دي اخر قطعه عندي من الموسم اللي فات. تمام. ادي العلب بتاعتنا بعد ما مليناها، وادي ده برطمان ازاز، ما يحصلوش اي حاجه، ما تخافوش. تمام يا حبايبي. طيب هنيجي لمرحله القشر بتاعنا، هنرميه. دي الحته اللي من الموسم اللي فات. تمام. طيب القشر بتاع التوم هنرميه، احنا ما عندناش حاجه بتترمي برضو. ما نعمل التوم البودره من ايه؟ طيب ده القشر بتاعنا اللي بيبقى ما بين الفصوص يا حبايبي. يعني اول طبقه وتانية طبقه مش هينفع ناخدها، عشان بتبقى فيها طين. تمام. هناخد اللي هي الورق اللي ما بين الفصوص بتاعه التوم، اللي هو الورق اللي بيبقى خفيف اللي لونه ابيض النظيف. تمام. هنحطه في سجان، في صواني ألمونيا زي ما عملت كده، وهنحطهم في الفرن. هنحطهم في الفرن وهنقلب فيهم كل شوية، كأني بنحمر كنافة. تمام. طيب هنا انا لما احطهم على بعض دلوقتي وبكسر فيهم عشان اطحنهم، هيصادفني واحده في طريه، ما ينفعش نستخدمها عشان ما تبوظش الباقي. لو لقيتي تحت ايدك واحده او اتنين طراي ما ينفعش تحطيهم، هيبوظوا الباقي. تمام. هطحنهم بالمطحنه الصغيره، وهصفيهم بمصفايه. تمام. كل شويه كل ما هيتبقى في المصفايه هرجع اطحنه تاني، واصفي لغايه لما نخلص الكميه بتاعتنا.
تمام. هيبقى معاكي احلى توم بودره. كان الريحه بتاعته التوم البودره قلب الشقه والله، كان ريحته جميله جدا ونفاذه جدا. اهو التوم البودره اللي احنا بنشتريه من بره عملناه في البيت بحاجه كنا هنرميها. تمام. طبعا لو طلعتي بحاجه مستفاده من الفيديو ولو صغيره، بالله عليكي ما تنسيني في اللايك والاشتراك في القناه. مش مشترك في القناه اشترك في القناه ودعوه حلوه كده ولكم بالمثل ان شاء الله. ادي توم البودره الورق اللي احنا كنا هنرميه، عملنا منه برطمان حلو جدا اهو، بحاجه كنا هنرميها دينا استفدنا منيها. بس الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.